مشروعات كتير على كورنيش اسكندرية، وفي مشروعين جداد هنتعرف عليهم النهاردة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. احنا فين حاليا؟ متجهين لناحية محمد نجيب، واول حاجة طبعا هتقابلنا هو كوبري محمد نجيب. كوبري محمد نجيب هو بديل لإشارة سيدي بشر، واللي هيتم إلغائها، وطبعا هيحل أزمة مرورية. كان في زحمة كتير جدا في إشارة سيدي بشر، فطبعا هنقول وداعا إشارة سيدي بشر. ودلوقتي داخلين على كوبري محمد نجيب، واللي بدأ في الظهور معانا شكل الكوبري وكمان الأعمدة الخاصة بكوبري محمد نجيب. هنا ده المطلع من عند مدرسة الطفولة السعيدة، والمخرج بتاعه من عند إشارة سيدي بشر تحديدا. شايفين ده كده أعمال كوبري محمد نجيب، تم وضع الأعمدة الخاصة بالكوبري. وطبعا هتشوفوا معانا لما نوصل لعند إشارة سيدي بشر الكوبري بدأ في الظهور معانا، والملامح الكوبري ظهرت معانا. هتشوفوا ده من خلال الفيديو. بعد انتهاء الكوبري هيكون اتجاه واحد فقط من محمد نجيب لحد سيدي بشر. وطبعا اللي جاي من سيدي بشر وعايز يروح المنشية هينزل من اسفل الكوبري. طبعا ده كده شكل الكوبري، والاعمدة اهي بدأت في الظهور معانا. كمان طول الكوبري حوالي 700 متر. دي كده اعمال كوبري محمد نجيب، واللي هيكون بديل لإشارة سيدي بشر. هنوصل مع حضراتكم لحد سيدي بشر عشان نشوف اخر اعمال كوبري محمد نجيب، وكمان هنشوف بقى المشروعين الجداد معانا من خلال الفيديو. هنا وصلنا إشارة سيدي بشر، وبكده بينتهي أعمال كوبري محمد نجيب. وهنبدأ مع حضراتكم في المشروعين الجداد اللي موجودين على كورنيش اسكندرية. هنشوف كل التفاصيل مع بعض، بس هنلف الناحية التانية ونشوف المشروعين. أول مشروع معانا هو عبارة عن حماية شواطئ وسواحل اسكندرية، وبتكلفة بتصل ل 336 مليون جنيه. وطبعا المكان ده احنا في لوران. زي ما حضراتكم شايفين في انتشار كبير جدا للمعدات، واللي بيقوم بتنفيذ المشروع هي شركة المقاولين العرب. المشروع ده مش بس في لوران، لا كمان موجود في بير مسعود وفي قلعة قايتباي. شايفين كميات كبيرة جدا من الأحجار لحماية شواطئ اسكندرية. ده كده المشروع الأول معانا، مشروع حماية شواطئ وسواحل اسكندرية، مش بس في لوران، في أكتر من مكان داخل اسكندرية. المشروع التاني معانا هو مشروع مطاعم وكافيهات في سان ستيفانو. زي ما حضراتكم شايفين في لسان كده شبيه بلسان جليم باي موجود داخل البحر، موجود في سان ستيفانو. ده مشروع جديد موجود معانا، ومن المتوقع انه هيتم افتتاحه في صيف 2025. ودي المشروعات اللي بتتم حاليا على كورنيش اسكندرية. لو حضراتكم من المهتمين بكل الأحداث اللي بتحصل في اسكندرية، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. منطقة الأشجار والنخل اللي أمام حضراتكم دي موجودة في سان ستيفانو، تابعة لفندق الفور سيزون طبعا في سان ستيفانو. كل ده تابع لفندق الفور سيزون. لحد كده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا ليكم ولمتابعتكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.